مساء الخير. كلنا مؤمنين على مختلف معتقداتنا ان ربنا ميز الانسان عن الحيوان بالعقل، والعقل خلاه انه يعمل حاجات كتير جدا، من اول اكتشاف النار للكتابة على الحيطان لعمل ادوات تساعده في انشطته اليومية سواء في الصيد او في الزراعة، وبعدها يكون اسرة، والاسرة تكون قبيلة، والقبيلة تكبر مع مرور الوقت لحد ما تبقى حضارة، والحضارة تقدم إنجازات تفيد البشرية، وكل حضارة بتبني على اللي قبليها، وأجيال ورا أجيال تتكلم عن الحضارات دي وعن العظمة بتاعتها. ومع مرور الزمن في سؤال بيشغل بال الإنسان: ماذا بعد؟ هل المستقبل هيبقى مشرق وبكرة يبقى أحسن من النهاردة، ولا العكس؟ وهل التكنولوجيا اللي في إيدينا ممكن إن هي تحسن حياتنا، ولا ممكن تدمرنا في يوم من الأيام؟ النهاردة هكلمكم على نوع الفن اللي بيجاوب على كل الأسئلة دي، وهو الخيال العلمي، ونشوف الفن ده بدأ ازاي، ونشوف اتطور ازاي مع مرور الوقت لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه. يلا بينا. (1760) دي السنة اللي بدأت فيها أهم فترة في تاريخ البشرية، فترة الثورة الصناعية في أوروبا، اللي اتغير فيها شكل المجتمع من القرى والمزارع للمدن الكبيرة والشركات والمصانع والبنوك، واللي اتغير فيها الاقتصاد من الاقتصاد الزراعي للاقتصاد الصناعي. والتغيير ده نتج عنه ظهور الآلات والمكن، ومعاه ظهر نوع فن جديد وهو الخيال العلمي. والنوع ده مختلف عن بقية أنواع الفنون التانية، لأنه ما بيتكلمش عن قصص حصلت في الماضي القديم زي التاريخ، ولا بيحكي حكايات بشر عاديين زي الدراما، ولا بيحكي قصص أسطورية وملحمية زي الفانتازيا، إنما هو بيتكلم عن المستقبل وعن تطور التكنولوجيا، وازاي التكنولوجيا هتتطور مع مرور الوقت، وازاي ده هيأثر على سلوك الإنسان وعلى المجتمع اللي حواليه. وحسب رأي النقاد، أول قصة خيال علمي هي قصة وحش فرانكشتاين الكاتبة ماري تشيلي، واللي بتتكلم عن عالم بيجمع أجزاء من جثث ميتة ويعمل وحش فرانكشتاين اللي كلكم عارفينه. القصة تنجح وتعمل ضجة، وبعد نجاح القصة بيظهر كتاب جداد، وشهرهم هما الكاتب الفرنسي جولز فيرن والكاتب الإنجليزي H.G. ويلز. جولز فيرن يعتبر عميد أدب الخيال العلمي، وده لأنه كتب قصص سابقة لعصرها وتحقق فيها حاجات كتير احنا حاسين بيها. عندك مثلا قصة From Earth to the Moon، واللي اتحقق فيها السفر للفضاء ونزول أول إنسان على سطح القمر نيل أرمسترونج، واختراع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. وقصة باريس in the 20th century، واللي اتحقق فيها ظهور العربيات بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي، ومكانات ال ATM، واختراع الإنترنت، وظهور ناطحات السحاب. وقصة 20,000 Leagues Under the Sea، واللي ظهر فيها الغواصة. ونيجي ل H.G. ويلز. عكس جولز فيرن، H.G. ويلز قصصه كانت مايلة شوية ناحية الفانتازيا، ولكن القصص دي قدمت أنواع جديدة من الخيال العلمي. عندك مثلا قصة ذا تايم ماشين، واللي قدمت فكرة السفر عبر الزمن، واللي ترست في السينما لغاية ما جابت آخرها، من أول باك تو ذا فيوتشر لترمينيتور لسمير وشهير وبهير لمسلسل دارك، ومؤخرا مسلسل الصفارة لأحمد أمين اللي صحيح هو إيه اللي حصل في جمصة. وعندك قصة انفيزيبل مان اللي قدمت قصص الرعب والخيال العلمي، وتقدم منها كذا نسخة. أول نسخة اتعملت في سنة 33 في السينما، وتاني نسخة اتعملت في سنة 2000 بعنوان هولو مان، ومؤخرا في 2020 اتعملت نسخة بعنوان انفيزيبل مان. وفي مصر عندنا اتعملت نسخة بعنوان طاقية الإخفاء بطولة عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن. العلبة دي فيها فيل يا ده حتى توم وجيري ما عتقش. في توم وجيري بنشوف حلقة
جيري بيستخدم كريم الإخفاء ويقعد يعمل مقالب في توم. ده انت صعبت عليا يا عم توم. وعندك قصة وور اوف ذا ووردز، واللي اتقدم منها نسختين في السينما. النسخة الأولى اتعملت في الخمسينات، والنسخة التانية اتعملت في 2005 بطولة توم كروز، واللي كلنا اتفرجنا عليها. وفي القرن العشرين، وبالتحديد بعد الحرب العالمية التانية، يبتدي العالم يتغير. الحلفاء ينتصروا في الحرب، ألمانيا اتقصفت واتقسمت، أمريكا ضربت اليابان بالنووي، والعالم بيكتشف الطاقة النووية لأول مرة. أمريكا والاتحاد السوفيتي يبقوا قوة عظمى، ومن هنا تبدأ الحرب الباردة. من هنا بتقرر قصص الخيال العلمي إن هي تاخد اتجاه مختلف، وهو اتجاه توعوي. والهدف من الاتجاه ده هو نشر رسائل للمشاهدين وتجسيد مشاعر المجتمع ناحية ظواهر وقضايا معينة. بنشوف رواية 1984 للكاتب الإنجليزي جورج أورويل، واللي بيتكلم عن مجتمع يحكمه حزب واحد، واللي بيمسك الحكم شخص اسمه الأخ الكبير أو البيج براذر. الرواية دي بتقدم نوع جديد في الخيال العلمي اسمه الديستوبيا. النوع ده بيتكلم عن نظام معين هدفه انه يتحكم في الناس ويسيطر عليهم، وبطل الرواية بيحاول انه يهد النظام ده. والرواية جسدت خوف المجتمع الامريكي والاوروبي من الفكر النازي والفكر الشيوعي. وبتشوف سلسلة قصص اي روبوت للكاتب ايزاك اسيموف، واللي اتعمل منها فيلم اي روبوت بتاع ويل سميث، واللي يقدم فكرة الانسان الالي والذكاء الاصطناعي. وفي السينما بنشوف فيلم Invasion of the Body Snatchers، اللي بيحصل في مدينة امريكية صغيرة بيتعرض سكانها للاختطاف من قبل فضائيين، وبيتعمل منهم نسخ ما عندهاش مشاعر. والفيلم كان بيجسد خوف المجتمع الامريكي من الفكر الشيوعي وشك الناس في بعضهم. وفي اليابان بنشوف فيلم جودزيلا، اللي بيتكلم عن سحلية عملاقة اسمها جودزيلا بتدمر في طوكيو يمين وشمال، والجيش الياباني بيحاول انه يوقفها. الفيلم كان بيجسد مشاعر الشعب الياباني بعد رمي القنبلتين النوويتين في ناجازاكي وهيروشيما. في سنة 76 بينزل فيلم جوز، او زي ما معروف عندنا بالفك المفترس، اخراج مخرج صغير كده اسمه ستيفن سبيلبرج. والفيلم يحقق ايرادات عالية جدا ويعمل ظاهرة اسمها ظاهرة البلوك باستر، وهو الفيلم اللي بيحقق ايرادات عالية جدا والناس بتخش السينمات وبيأثر بشكل كبير في الثقافة الشعبية. وبعد نجاح الفيلم ده بنشوف بعديها فيلم ستار وورز اخراج جورج لوكاس، واللي يقدم مؤثرات بصرية سابقة لزمانها. ومع فيلم جوز بيبقى فيه اقبال كبير على افلام الخيال العلمي والفانتازيا. وبنشوف بعدها فترة دسمة اللي هي فترة اواخر السبعينات لاواخر التسعينات، بنشوف افلام اكيد في يوم من الايام اتفرجنا عليها وتربينا عليها. عندك مثلا في 78 بينزل فيلم سوبرمان لكريستوفر ريف، واللي يعتبر اول فيلم بطل خارق حديث. وبعديها بسنة بينزل فيلم إلين لريدلي سكوت. وبعديها نيجي لفترة الثمانينات بتنزل اتنين من اهم الثلاثيات، ثلاثية افلام انديانا جونز بطولة هاريسون فورد واخراج ستيفن سبيلبرج، وثلاثية باك تو ذا فيوتشر. وهتكلم هنا عن الجزء الثاني بتاعه. الجزء الثاني احداثه في 2015 وبيتحقق فيه حاجات احنا حاسين بيها لحد النهارده، من اول السمارت ووتش والعملة الالكترونية او البيتكوين والفيديو كونفرنس او الزوم والهولوجرام وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وفي سنة 82 ستيفن سبيلبرج ينزل واحد من اشهر افلامه، فيلم اي تي. وفي نفس السنة ينزل فيلم بريد رانر اخراج ريدلي سكوت وبطولة هاريسون فورد AKA انديانا جونز. والفيلم يقدم نوع جديد من الخيال العلمي اسمه السايبر بانك. النوع ده هو النوع الجيل الثمانينات والتسعينات والالفينات كان بيربطها بالمستقبل، العربيات الطايرة والمباني العملاقة والاعلانات والاضواء اللي بتضرب في وشك، وفكرة السايبورج او الانسان اللي متركب عليه اجزاء اصطناعية او اجزاء آلية، وفكرة الذكاء الاصطناعي والشركات العملاقة. وبسبب كده ينزل فيلم ترمينيتور في 84 اخراج ملك الايرادات جيمس كاميرون وبطولة ارنولد شوارزنيجر.
ويبقى نجم بعد كده. I'll be back. وبعد نجاح الفيلم جيمس كاميرون يعمل فيلم إلينز الجزء الثاني من فيلم إلين، وأرنولد يعمل فيلم بريديتور. وفي مصر عندنا تنزل سلسلة قصص ملف المستقبل من كتابة الكاتب الراحل نبيل فاروق. ونيجي لفترة التسعينات، الحرب الباردة انتهت، الاتحاد السوفيتي يقع، وأمريكا تبقى القوة العظمى الوحيدة في العالم، والكمبيوتر يبقى عليه إقبال كبير وينتشر بسرعة، والإنترنت يبتدي يظهر وهو كمان ينتشر، ومعاه بتظهر تقنية جديدة اسمها CGI أو كمبيوتر جنريتد ايمجري، وبالبلدي كده جرافيكس معمولة على الكمبيوتر. وبتظهر التقنية دي في فيلمين، فيلم ترمينيتور 2 لجيمس كاميرون وبطولة أرنولد شوارزنيجر، وفيلم جوراسيك بارك إخراج ستيفن سبيلبرج. وفي الفترة دي العالم يهتم بالبيئة، ومعاها بتنتشر أفلام اللي بتتكلم عن الكوارث الطبيعية، من أشهرهم فيلم أرماجيدون لبروس ويلز، وداي لايت لسيلفستر ستالون، وفولكانو لتومي لي جونز، وتايتانيك ليوناردو دي كابريو، وافلام الغزو الفضائي والفضائيين من ضمنهم مارز اتاكس لجاك نيكولسون، واندبندنس داي لويل سميث، ومن املاك لويل سميث برضه. ما شاء الله عليك يا عم ويل، آليين وفضائيين، الله عليك يا فخر هوليوود. وفي سنة 99 ينزل فيلم ماتريكس بطولة كيانو ريفز. واو. والفيلم يعمل ثورة في عالم الخيال العلمي والأكشن، مع تقديم تقنية البوليت تايم أو السلو موشن، وأكشن مبهر لحد النهاردة. والفيلم كمان كان سابق زمنه في كذا حاجة، من ضمنهم فكرة العالم الافتراضي واللي حاليا بنشوفها في نظارات الفي ار أو نظارات الواقع الافتراضي، والميتافيرس بتاع الفيسبوك، وسيطرة الذكاء الاصطناعي في حياتنا، والتلاعب بالرأي العام. وبنى نظرية بتسأل هل العالم اللي احنا عايشين فيه ده حقيقي ولا وهم؟ ومن أنصار النظرية دي رجل الأعمال المشهور إيلون ماسك. ونيجي للقرن ال21، العالم يشهد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001، وأمريكا تعلن الحرب على تنظيم القاعدة والطالبان في أفغانستان، وجورج دبليو بوش يعمل قانون باتريوت، وهو قانون بيسمح للسلطات بمراقبة المواطنين الأمريكان 24 ساعة. وهنا يبتدي الشعب الأمريكي إنه يشك في المنظومة الأمريكية ويسأل نفسه هل أمريكا فعلا بلد الحرية والديمقراطية زي ما الكتاب بيقول، ولا هو مجرد كلام وخلاص؟ وهنا تبتدي قصص الخيال العلمي إنها تمزج ما بين الاتجاه التوعوي بتاع الخمسينات والستينات مع المغامرات والغموض بتاع أواخر السبعينات لحد التسعينات. في 2002 مثلا بنشوف فيلم ماينوريتي ريبورت للنجم توم كروز واخراج ستيفن سبيلبرج، والفيلم بيتكلم عن جهاز شرطة اسمه بري كرايم او ما قبل الجريمة، والجهاز ده هدفه هو منع الجريمة قبل ما تحصل بالاستعانة ببشر معدلين جينيا اسمهم البري كوكس. بطل الفيلم بيتم اتهامه انه هيقتل حد، ولكن بتيجي المعضلة هنا ان البطل مش عارف مين الشخص اللي هيقتله، فيقرر البطل ان هو يهرب ويحاول يعرف مين اللي لبسه التهمة، وفي نفس الوقت يحاول ان يوقف نفسه من يرتكب الجريمة ويثبت براءته. والفيلم كان بيجسد شك الشعب الامريكي في المنظومة الامريكية، وهل امريكا فعلا بلد الحرية والديمقراطية زي الكتاب ما بيقول، ولا هو مجرد كلام وخلاص؟ ده غير ان الفيلم كان سابق زمنه في كذا حاجة. من ضمن الحاجات دي عندك التاتش سكرين الموجودة في موبايلاتنا، وتأثير الإعلام والسوشيال ميديا علينا، وترشيح بوستات وإعلانات حسب أفكارنا وسلوكنا. وفي 2005 يتعاون توم كروز للمرة التانية مع المخرج ستيفن سبيلبرج ويعملوا فيلم وور اوف ذا ووردز، واللي بيجسد إحساس الشعب الأمريكي وقت هجمات 11 سبتمبر. وفي الفترة دي بنشوف تطور أكبر في المؤثرات البصرية، ومعاه بتحصل نهضة سواء في افلام الفانتازيا زي هاري بوتر واللورد اوف ذا رينجز، وفي افلام الابطال الخارقين زي سبايدر مان واكس مان 2 باتمان بيجينز وايرون مان اللي بدأ عالم مارفل السينمائي. وبنشوف تقنية ال 3D في فيلم افاتار لجيمس كاميرون، واللي حقق ايرادات كبيرة توصل لمليارات. ومع ظاهرة انتشار الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بنشوف فيلم هير لخواكين فينيكس وسكارلت جوهانسون، والفيلم
بيتكلم عن موظف انطوائي عايش لوحده بيعمل برنامج ذكاء اصطناعي عشان يتواصل معاه، ومع مرور الوقت يقع في حبه. ومع انتشار نظارات الفي ار او نظارات الواقع الافتراضي بنشوف فيلم ريدي بلاير 1 المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج. ومع ظاهرة أزمة الاحتباس الحراري اللي العالم بيعاني منها بنشوف كذا فيلم اتكلم عن الموضوع ده، من ضمنهم فيلم بليد رانر 2049 الجزء الثاني من فيلم بليد رانر، واللي أحداثه في المستقبل بنشوف فيها إن الطبيعة اتدمرت وكل حاجة بقت صناعية. وفيلم ماد ماكس فيوري رود اللي أحداثه كلها بتحصل في عالم مفهوش موارد خالص ومفهوش إلا منطقة واحدة بس فيها مية، وبطل الفيلم بيحاول إنه يوصل ناس للمنطقة دي، ولكن للأسف في عصابة بتجري وراهم. وفيلم دونت لوك اب ليوناردو دي كابريو جسد أزمة الاحتباس الحراري بصورة نيزك ضخم هيدمر كوكب الأرض. وبنشوف شخصية سانوس في افنجرز انفينيتي وور اللي هدفه هو إنه يمحي نص سكان الكون عشان النص التاني يعيش، لأنه شايف إن الناس بتزيد والموارد ما بتزيدش، فمن الآخر كده لازم ناس تموت عشان ناس تانية تعيش. ومؤخرا في مصر عملنا أعمال خيال علمي حتى لو مش بمستوى هوليوود. في 2020 مثلا بينزل مسلسل النهاية ليوسف الشريف، وفي 2021 بينزل الفيلم موسى لكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي. طب يا فود، بعد كل الكلام والهري ده عن الخيال العلمي ايه لازمتها اساسا؟ دي مجرد افتراضات يا عم، ولا احد يعلم الغيب الا الله. ما تخلينا في الواقع اللي احنا فيه ده، الواقع مليان بلاوي يا عم الحاج. خليني اقولك ان الخيال العلمي ليه ميزة مهمة جدا، وهي الفضول. احنا كبشر عندنا قوة خارقة وهي الخيال والابداع، عاوزين نفكر ايه اللي موجود في الكون وايه اللي موجود في الفضاء والمستقبل شكله هيبقى عامل ازاي، ونتخيل ادوات جديدة وتكنولوجيا جديدة ممكن مش موجودة في الوقت اللي عملنا فيه القصة، ولكن ممكن تتحقق فيما بعد. واذا كنت انت فاكر ان الخيال العلمي ملوش اي 30 لازمة وان كل ده مجرد خيال وخلاص، حابب اقولك ان بعد نزول فيلم انترستيلر لكريستوفر نولان، وبالمناسبة انا عملت حلقة عن كريستوفر نولان لو انت ما شفتهاش هسيبها لك في الايفون. المهم، بعد نزول فيلم انترستيلر العلماء مدحوا في الفيلم بسبب دقة نولان في وصف ظاهرة الثقوب السوداء. وفي بحث اتعمل بيقول ان الطلبة كل ما تتفرج على افلام خيال علمي كل ما خيالهم بيوسع، وكل ما معرفتهم عن العلوم المختلفة بتزيد وتزيد وتخليهم يهتموا بالعلوم دي، حتى لو مش كلهم هيدخلوا في اي مجال من المجالات دي. زي ما انت شفتني من خلال الفيديو ان لولا القصص والافلام والمسلسلات بتاعت الخيال العلمي في حاجات كتير ما كانتش هتتحقق. ما كانش حد يفكر اساسا يعمل حاجه اسمها سمارت ووتش، ما كانش حد هيفكر اساسا يعمل نظارات في ار. وضيف على كده ان الخيال العلمي ممكن يلفت نظرنا لمواضيع معينه زي ازمه الاحتباس الحراري واستخدام التكنولوجيا بشكل مبالغ فيه. في النهايه الخيال العلمي هي عباره عن افكار ممكن انها تتحقق في الواقع، زي التلفزيون والسفر الفضاء والاقمار الصناعيه والعربيات وحاجات كتير جدا. وفي حاجات مستحيل انها تتحقق في الواقع، حاجه زي السفر عبر الزمن دي صعب انها تتحقق في الواقع. مفيش حاجه اساسا اسمها آلة زمن من اساسه، ومفيش حاجه اسمها انك انت تطير زي سوبرمان، ده شغل مجانين يابا. مستحيل يبقى فيه سيوف ضوئيه حقيقيه الا لو كانت لعبه. مفيش حاجه اسمها انسان آلي يكسر في حيطه زي ما شفنا في فيلم ترمينيتور وفيلم روبو كوب ومسلسل النهايه وفيلم موسى. ومفيش حاجه اسمها فضائيين اساسا، ده كل ده خزعبلات. ومفيش انسان آلي يتحول لعربيه ولا موتوسيكل ولا طياره ولا دبابه ولا الجن الازرق حتى زي ما شفنا في ترانسفورمرز. وبس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك في فيديو جديد. سلام.